السلام عليكم يا شباب، معكم اسلام aka سامكس في حلقه جديده من الشوارع. Let's get started. هو عنوان الفيديو ده بجد عايز اقول لك هو حقيقي، لان مستحيل ان انا اطلع اقول لك على فكره هي ما اسمهاش برفان، هي اسمها perfume. كاني بديك بالظبط ابره في كومة قش. ده لا يعتمد عليه كطريقه تدريس ابدا الا في حالتين: الحاله الاولى ان الكلمه دي شاذه في طريقه نطقها وبنغلط فيها كتير، او انك بتتكلم مع شخص اجنبي او في كورس محادثه وفجاه غلطت مره اتنين تلاته، تلاقي الشخص اللي معاك بيصحح النطق شويه، مفيش اي مشكله. لكن في المحادثه مش هتفتكر ان ما اسمهاش برفان، اسمها perfume. من باب اولى هنا ان احنا نعرف القاعده الاصل، وهتلاقي نفسك 90% من الكلمات عرفتها لوحدك. زي مثلا عندك في الانجليزي في 3000 كلمه فيها مقطع سي اتش. المفروض ان لما نشوف سي اتش دي اصلا ننطقها ايه؟ اظبط بقى كده شويه، ننطقها ت شين، زي تشاينا الصين. طب ما احنا عارفين ايه الجديد؟ طب لما احنا بقى هنا عارفين ليه بنقول انا دخلت عملت سيرش؟ ليه سيرش؟ ليه؟ When you click search, انا داخل تمرينة بنش بريس. I hate bench press. I hate bench press. Bench press. ممكن بس اكل حتة شوكليت من اللي معاك دي؟ It's chocolate. It's chocolate. It's chocolate. واحنا شباب النهارده خلصنا شابتر 5، اكتر كلمة بيغلط فيها مدرسين المدارس. One chapter. اللي يضايقك هنا اصلا ان احنا عارفين نطقها الصح. هو احنا ليه بنقول so much such؟ طب ما هي سي اتش بقت ت شين، هي بس ليه مش بنطبقها في كل الكلمات؟ نركز جدا في دي يا شباب، وبالتالي تكون انت رقيب على نفسك في معظم الكلمات اللي فيها السي اتش تنطقها بالشكل ده. rich, choose, champion, reach, stretch, match, watch, chocolate, chapter, bench. هي غلطة واحدة بس يغلطها مدرس المدرسة في نطق الكلمة دي ويقولها أسكس، يخليك تغلط في نطق 6500 كلمة، لأن للأسف في 6500 كلمة في الإنجليزي بينتهوا بالمقطع SKS STS. دي معاناة. شايفين يا شباب كم الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع ده؟ كتير جدا ما تعدش، والموضوع سهل جدا. في 3 ثواني تقدر تعالج نطق 6500 كلمة دول. إزاي؟ بكل بساطة. اكتم الهواء في بقك. نفس الشيء مع الاس كي اس. ده ايه ده؟ ما هو ده التمرين بتاعها بكل بساطه. ما هو بدل ما نقول اسكس ونكسرها، لا asks she asks. الوقفه بتاعت الهوا عملناها في جزء من الثانيه. she asks tests. شفت نفس الوقفه اللي احنا اتدربنا عليها. دول 6500 كلمه، تخيل كام كلمه دلوقتي انت تقدر تنطقها صح باذن الله دفعه واحده. بس يا اسلام الكلام سهل، الواحد يجي يتكلم كده في الحياه العمليه لا، تحس ان الموضوع اصعب من كده شويه. مش هقول she asks واقعد اعمل كده، صعبه شويه. ده يا شباب نطق مثالي. وتفتكر اصلا الامريكان بينطقوا بالمثاليه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي؟ طبعا لا. يلا نشوف. She asked me so many times. She asked me. She asked me. حد هنا يقول لي ثواني، انا ما سمعتش اصلا غير كلمه she asked. فين بقيه الكلام؟ اللي حصل هنا بكل بساطه، ما تحفظش حاجه ركز فيها، انك تقدر تقف عند حرف الاس وما تكملش she asked. هو ده اللي حصل. ازاي بقى؟ الانجليزي فيه 3 حروف اقوياء جدا، اس ان ال. وكلمه اس زي ما انت شايف كده حرف الاس اهو موجود مهيمن في البدايه، ومهيمن وواقف وشادد حيله في النهايه. حرف قوي وصوت قوي تاني، الاتنين ضغطوا على الكي خلاص ما بقتش طالع لها صوت. ده اللي بيحصل، عشان كده تحس ان اللي اتنطق حرف الاس وبس. ايه اللخبطه دي يا اسلام؟ يعني اعمل ايه؟ بكل بساطه الاداء البطيء، ايقاع كلامك بطيء. بتقول ايه؟ she asks. انت بتفكر. بص وقفنا asks، عملنا التمرين بتاعنا. بايقاع كلامك سريع هتقول ايه؟ she asks too many questions. والحقيقه هنا ان انا ما قلتش حاجه غير ask
وقفت. Guests. Guests. chests, chests, tests, tests, Drifts, drifts. Tasks. Tasks. Masks. Masks. Costs, costs. Forests, forests. حوالي في الانجليزي كله في 512 كلمه بينتهوا بالمقطع CIAL TIAL. كل اللي عليك تعمله لما تشوفهم انهيها بشال شال، مش social social official official special financial crucial commercial. وقلنا كتير جدا لما حرف ال L بيكون في النهايه بنخليه dark. social official special Potential. commercial. artificial, الكلمات الجايه دي بقى شباب هي كلمات متفرقه كده، بس نقدر نقول ان دي اكتر الكلمات اللي كانت بتغلط فيها الناس معايا في كورسات المحادثه، الاكثر على الاطلاق. نبدا فيهم باول اتنين زي ما كان الحاج القرموطي بيقول ايه في الفيلم. عن نفسك لا يجي لك شوجر ولا حاجه. الفكره هنا معظمنا بيقول شوجر وشور. الصح ان بوز، يعني الجزئيه دي كده الشفاف تبقى عامله بوز البطه، واخده الوضع ده عشان تقدر تجيبها صح. sure. Are you sure? Yeah, I'm sure. Sure. نفس الشيء sugar. 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 وزي ما اتعودنا هنا كلمة جديدة يبقى بنشوف التشديد فين. فلو دخلنا على موقع dictionary هنلاقي ايه؟ التشديد على تاني مقطع، مش شو، لا لا لا، sugar. ج. النص التاني هو الأهم، ده اللي بيتشدد عليه. sugar. Sure. 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 Sure, 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 sure. Sure. Sugar. Sugar. eating sugar, Sugar. Sugar. Fat and sugar. much sugar, sugar content, Sugar. sugar, Of sugar. الكلمة اللي اتكررت 400 مليون مرة في اللقاءات الأمريكية في آخر 3 سنين، وهي من أكتر الكلمات اللي الناس في كورسات المحادثة بيقعوا فيها، كلمة interesting. لو دخلنا على موقع dictionary اللي هنلاقي التشديد في البداية على أول مقطع، ده يفسر لك ليه البنت هنا لما جت تشدد على الكلمة دي قالتها Interesting. Interesting. شددت على أول مقطع. اللي بيوقعنا دايما في الكلمة دي إنك شايفها حاجة وبتسمعها حاجة تانية، فعشان تشوفها صح شوفها بالشكل ده وبس. Interesting. 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 والكلمة اللي واخدة التصنيف الأول كأكبر كلمة الناس بتغلط في نطقها هي كلمة conversation. يبان لك كلامي أصلا من عمليات البحث اللي موجودة على الكلمة دي. بص كده كام عملية بحث مكتوبة conversation دي اس مش زد. conversation. التشديد لو دخلنا على موقع dictionary زي ما اتعودنا، التشديد على sation واحنا بنقولها station. It's all a conversation, my friend. It's all a conversation, my friend. It's all a conversation, my friend. لما بتقف معاك كلمة صعبة كده في الإنجليزي وبتكون عايز تخش تبحث على نطقها، بتكتب إيه؟ how to pronounce يعني ينطق صح؟ كيف ننطق؟ دي الفعل. بس لما نقول بقى النطق نحط لها المقطع الأخير ده pronunciation. On a pronunciation course, on a pronunciation course, on a pronunciation course, on a pronunciation course, on a pronunciation course. فاكر بقى هنا بومبا نطق الكلمة دي ايه في قناة انجليزي شوارع من الافلام في حلقة ايه تيمون وبومبا، سايبها لك في اول تعليق. فاكر نطقها ايه؟ لو مش فاكر يلا نروح نشوف. Buddy Timon here says, طبعا نلاحظ الكلمة دي اتقالت ازاي، لان الناس كتير بتقول الكلمة دي says. على الورق يا شباب احنا خدنا حوالي 40 كلمة، لكن في الحقيقة هم يتخطوا ال1000 وشوية. ليه؟ لأن معاك القاعدة الأصل. لما تكون القاعدة الأصل في دماغك وتشوف أي كلمة أو تسمع نطق أي كلمة تقول لأ المقطع ده
بيتنطق بالشكل ده، ودي اقوى طريقه نقدر نصحح بيها نطق سنين دمرته سنوات الدراسه. الحلقه دي مجرد جزء اول وهنحطها في سلسله تصحيح نطق ما دمرته سنوات من الدراسه. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. لا اله الا الله.